أقدار عنادي حني مرة وارحمينا يا فرحة ليه طول غيابي والوجع من نكتة فينا سيبي يا أقدار عنادي حني مرة وارحمينا يا فرحة ليه طول غيابي والوجع من نكتة فينا وحشة الزمن الغريب روح عمرنا وما رجع دنيا ظلمك حد وين ما بتدي غير حسرة وجع وشحت أنا وجع السنين خلق الله عماها الطمع الراجي ربنا ما بخير والسند ربنا ما بقى يا دروب يا دروب يا دروب يا دروب يا دروب الرجع ودي للحبايب رجعينا يا زمان الفرقة عدي خلي أفراح تجينا قد ضلك في الهجيرة يا غميمات ضللينا شد حيلك يا خطاوي يا مسافات اجمعينا يا أغدار عنادي حني مرة وارحمينا يا فرحة ليك طول غيابي والوجع فيه اختفينا في ظلمة الليل الطويل ضاع العمر غربة وسفر جوانا رغم الهم أمل راجين تباشير المطر صابرين وتب ما فينا حيل ماشيين عليه كف الغدر صابرين وتب ما فينا حيل ماشيين عليه كف الغدر يا الله من كسر القلوب يا الله من ظلم البشر يا الله من كسر القلوب يا الله من ظلم البشر يا الله من كسر القلوب يا الله من ظلم البشر يا الله من كسر القلوب يا الله من ظلم البشر يا الله من كسر القلوب. مكتبة المكتبة إكسبريس نقدم لعملائنا الكرام جميع أعمال الدعاية والإعلان، جميع أعمال الإكريليك، طباعة البوسترات بجميع أحجامها، طباعة UV على المعادن والملابس، جميع الخدمات المكتبية. عنواننا العين، شارع التخطيط قبل صيدلية لايف. الأرقام أسفل الشاشة.
جيم عليك انه ما تغير الكورة دي شوية يا اخي، شغلي ان شاء الله اغنية رومانسية. يا زول الكورة دي نستناها من 200. يا ابوي انا زول شاب وفاهم، كان في مليون طريقه غير الطريقه اللي تعاملني بها. انا ما طفل عشان تدقني، انا زول عمري 22 سنه، ليه تتكلم شخص الطفل؟ انا عارف حبيب على شنو. ها يا فيلسوف، انا حريحك مني، ابقى عافيه يا ابوي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولدنا عليكم السلام. ساكن هنا. هاي فداك بيتنا. ايوه، بفتش لي في بيت الايجار، ما عندك فكره؟ الحلة دي مغلقة جد والله، معناها الحصمات. لكن شوف الحلة اللي ورانا دي بتلقى فيها. بشوف هاي انت ديك داخليه. علي يا اخ بالغت، مجدي كان سمعك كان انتحر. ليه؟ يا اخي ده نزل في الحلة دي وبيته ده نورت الحلة دي. جنبته كبيره هاي، لكن السبكم مسكن معاه واهله كلهم صدق. يا اخوي يعني احنا التعابة ديل لما نلقى بيت كبير بنسكن اهلنا كلهم معانا، لكن الناس اللي عندهم قروش ديل فهم طاني خالص. ليه هو ساكن برا ولا شنو؟ ما للدرجة دي كمان، لكن البيت ده كله تخيل الساكنين 4 بس و3 بيخدموا فيه. والله لكنها مقشرة، لكن بيكون معه الناس تاني جوا، بس انت ما ناقش. لا والله الطباخ بتاعنا ده فردتي عديل ومديني الزيت كله. هسه قلت لي الحلة اللي وراكم دي بلقى فيها بيوت. هاي بتلقى لغة. مرحبا بكم، نورتوا. الله يديك العافية. يلا معلش استحملونا لأنه شوية كده إجراءاتنا هنا يعني شوية كده صعبة. عندنا الحياة كده حريصين عليها على أساس إنه سيد المستشفى ده حريص جدا على الحياة دي. لو طلعت برا حتبقى مشكلة كبيرة جدا. فيا ريت تدونا تليفوناتكم أول ما تطلعوا برا حتستلموها، لأنه التصوير جو ممنوع. ضروري يعني؟ والله ده قانون. اتفضل. تسمح لي أفتشك؟ كويس. يلا اتفضل. ايش نسوي كده يا نديم يا ولدي؟ ليه عملت فيني كده؟ انت ده تنتحر، لا تقتلني ولا حاجة يا نديم. ليه يا نديم تعمل كده؟ هسه لو ما ربنا ستر وجات سطحية كنت دايرني أعيش طول عمري ندمان؟ انا زول كبير يا ابو، عاقبني باي شيء. انت تدقني انت كده تكسر رجولتي. هنتفاهم الموضوع ده بعدين، بس أنت ارتاح لحد ما تبقى كويس، بعدين بنتكلم. يا جماعة كان ما في كلام في الموضوع ده، الموضوع ده هنا خلاص انتهى. لا يا ولدي يموت انت، لا تخليني ابكي، ولدي ما عندي غيره يلعبوا بأي حاجة، لكن ده في عمر زي دي حاجة أصلا ما محترمة ليه. ميسا، أنت ما حتوريني أنا حربي ولدي كيف؟ بس أنا دايره يرتاح. الحمد لله على السلامة، يلا. الله يحفظك يا ولدي، الله يحفظك لي. معلش يا ابو، معلش. يا نزار بس اخش الحمام بس. طيب يا مجدي، كيف عرفت انه انا مسافرة؟ اشوف الواتساب طبعا قافله. طيب اشوف الماسنجر
برضو في رمز. طيب أشوف المسجات العادية قافلة. طيب شوف المكالمات، سجل المكالمات ممكن يكون فيه حاجة. ديانا وين يا منى؟ هناك مع توسل. عايز السوقية وتهربي ها؟ جبتها كبيرة شديدة المرة دي. قادرة كيف تعني لي في وشي بعد عملتك الحقيرة اللي عملتيها دي؟ عادي جدا، زي ما انت قادر تعاين لي، ودي اللي خطفوها بسببك، ولحد اللحظة ما معروف السبب شنو. لا، والأغرب ما في الموضوع إنه الخطفة بيته اتحرقوا امبارح، وانت عادي جدا ولا كان عندك يد في الموضوع. غدر الله، عندك فيه احتراز كمان؟ لا طبعا، ونعم بالله، لكن كله بيظهر يا بنتي، كله بيظهر. بالضبط كده، عشان كده ربنا كشف لعبتك القسري، وانا بقيت اتضايق يا اخي، ضايق، وانا في الغرفة دي جوا هنا. الغرفة بس يا أخي، أنا البيت كله بقى ضايق. ازيك يا استاذ آسر؟ مرحبا بك يا دكتور. مالك متوتر كده يا زول؟ انا منى يا بنتي دي ما عندي غيرها في الدنيا دي، وانت لو عارف انا قروش العمليه دي جبتها كيف، والله العظيم كنت عملت عمليتك دي مجانا. بدي امها ماتت شهر ما تمت. الله يرحمه ويغفر له، لكن ما تشيل هم، طالما وصلت انا هنا ان شاء الله امرك مقضي باذن الله. طيب يا دكتور، العمليه دي نسبه نجاحها كم في المية؟ نسبة نجاحها 200%. اي زول يجينا هنا في المستشفى دي ان شاء الله بيتعالج. المرضى اللي عندنا احنا اكتشفنا له علاج، ما تشيل هم. طيب انتوا ليه متكتمين على المستشفى دي؟ بالعكس، المفروض توروا العالم ده كله انتوا اخيرا لقيتوا علاج للمرض ده. والله انت زول بريء يا آسر. انت عارف الحكومه دي لو اكتشفت مستشفانا دي احنا بنروح فيها وبين السجن، اكتشفنا ده ذاته ممكن يشيلوه يبيعوا له دول تانية ونحن نتعدم. انتوا الناس الكبار دول ما بتعرفوا بيفكروا كيف، في اجنده خفيه كبيره انتوا ما بتعرفوا عنها حاجه. الله يقويكم. طيب منى حتخش العمليه متى؟ ان شاء الله 4 ساعات كده وندخلها. انت مصومه؟ اي صامت. على بركه الله. تفضلوا انتظروني هنا شويه. طيب الحمد. طيب هنا راجع اللوج بتاعك يا مجدي. طيب ده آمن، متصل بجمال، متصل بفدوى، النور. اوكي، كله شركة. الرقم ده ما غريب عليه. ده رقم ميساء. جاب تليفونك هنا شنو كده؟ يا هو رقم ميساء ما بيغباني. متصلة له في نفس اليوم اللي انا جيتها فيه تقريبا كده، بعد 5 دقايق مما انا طلعت منها. معقولة تكون ميساء هي اللي كلمته؟ شنو ده؟ لا مستحيل يا منى، اكيد في حاجة. لا أمي، أنا امبارح حلمت حلم كعب شديد. بسم الله، حلمتي بشنو؟ سمونة. مالا؟ حلم ما كويس، ولما قريت تفسيره كعب شديد. وتفسيره شنو؟ سمونة عندها ناس بتكرهها كتير وعوارضها كبيرة وواقعة في مشكلة أكبر. الله يحفظها. أختك غامضة يا هبوية وما مفهماني أي حاجة، وكل ما أسألها من شيء ما بتتكلم. أختك كتومة شديد.
كده اضرب بالله عليك الله نطمن عليها. في الليل ده؟ هاي هي اصلا بتكون صاحيه. متأكدة؟ هاي تلفوني وينه؟ هذا وينه؟ بسم الله ما جبت خبره. هاكي ضرب لي ليها. الو سومة ازيك؟ تمام؟ ما عندك اي عوجة؟ خلاص ابقي طيبة. ما في شي خلاص مع السلامة اقفلي. شنو؟ كويس عوجة ما عندها. ارتحت كدي؟ هاي ما في حاجة يا اخي. امشي حلمك مجلي ساي. امشي تخمدي نومي. جيبي لي الصحن ده تعالي. يا دولي اقعد معاكم هنا ولا امشي امريكا؟ لا اقعد معانا هنا احسن. متأكدة؟ هاي. طيب اسوقك معاي ولا تقعدي مع ناس بابا؟ لا اقعد مع ناس ماما. لا انت حتمشي معاي؟ لا نعم. تعال تصبح على خير. يلا يا ماما انت انا اهلا. يا بنت هي تعالي هنا دايرك. يا بنت هاي بنت ولد ولا شنو انت؟ تفضل. دايرك تمشي الدكان تجيب لي سجاير. معلش انا هنا شغلتي ديالة وبس، سجاير انا ما بجيب. والله كلام ده يا حلوة، انت شغلتك هنا اي حاجة طالما بنديك قروش. اللي بقوله لك تسويه ومن سكات. يعني لو قلت لك تعالي ارقصي لي هنا 10 بلدي حترقصي. لا طبعا، ولو سمحت تتكلم كويس واحترم نفسك. نفسي والله احترم نفسي تصدقي، لكن في ناس في الدنيا دي لما تشوفهم نفسك براي بتكورك تقول لك يا اخي ما قادر احترمك. قصدك شنو انت؟ قصدي انه انا نفسي محترمه جدا، بس الظاهر انك حتخربي طبيعه بحلاوتك دي. رسل النور يجيب ليك سجايرك، انا هنا ما بجيب سجاير. النور يا النور، انا عيان جيبوا لي بخور ويا قلبي ما تدس المستور ولا شنو؟ يا النور يا النور النور. يا عمي دايرك تمشي الدكان تجيب لي سجاير بوشك الماء مميز ده. سجايرك واجيبه لك، لكن وش الواحد ده خلقته ليته. امشي بطل فلسفه، امشي لوكل. يا مرعب، عملت شنو؟ مجدي بيته فيه 7 أنفار. عرفت كيف؟ ما بيزعلوا عرفت كيف. السؤال الحايم لي في الساعة دي غير الثلاثة اللي بيخدموا فيه ومجدي ومرته، الاثنين الباقيين ديل. لو قلنا مجدي مرته أخوه الزول اللي فتح لي الباب ديل 4، الثلاثة ديل منو؟ انت مجدي ده عنده أولاد؟ ما عندي علم. الزول ده لما عرسني عرفي ما جاب لي سيرة ولاده. كخطة أولى كده حاخدت الاثنين ديل أولاده. الخطة الثانية حنمشي 200 ليل بكرة يجي، بس كل الداير منك تقعدي برا. ليه ما أدخل معك؟ حتأخريني أنا لو جات أي تهبيرة بعرف أتخارج. إنتي حتعطليني عشان أديك المعارفة. الناس دل عندهم بابين، باب رئيسي وباب بيورا. أنا حوقف لك ال4 ساعات في الباب الرئيسي، لكن بعيد منه شوية، وحاخش انجز وجي مارك أتلف في ال4 ساعات دي وأدور ونمرق طوال. بيان ومرق. اسمعني، ما هوي ولا طقيت؟ بلعت ترتيب، بمشي أظبطها براي. سلام الله والنبي. لغة حبيبي تجنيت ولا شنو؟ جنيت بحبك ده.
اقسم بالله بقوم امشي. انت بتخلف ولا شنو؟ كمال في الحمام يا عوير، انت كيف؟ تمام والله الحمد لله. طبعا صاحبتك قبضت عليك عايزه تموت. صاحبتي خليها انت تموت، انا بشويتك عايزه اموت. خلينا نتلاقى يا صغير. اقسم بالله العظيم انا كمان عايز الاقيك، لكن كيف مع الكوابيس اللي انا واقع فيها دي؟ اقسم بالله العظيم يا ليم اليومين دول واقع لي في كوابيس كده انسى بس. انا عندي حق عندك، واحسن لك تتعدل عشان ما ابقى اكبر مشكله في حياتك. ده منو يا ميسر؟ اوه جيمي. ده مجدي يا جمال. بابا حنرجع البيت متين. بكرة يا شرسة. ليه؟ يلا شفت الصداع اللي كان بيجيك طوالي واخر مرة تعبك؟ اي. يلا الصداع ده عامل فيها شفك وداير يقعد معك طوالي، لكن وين يا احنا الليلة حنشيله كله. عايزة اهنيك. ما تشتغلي بيه، احنا الليلة حندي القاضية. اتمنيت لو ماما كانت معانا هسه. ماما قاعدة وسامعانا ومبسوطة بس انك حتتعالجي، بس ما ظاهرة لانها راجعنا قدام. وامبارح انا شفتها في الحلم، جات قالت لي وديموني الدكتور، قالت لي كلميني انا مشتاقة لها شديد. انا ذاتي مشتاقة لها. يلا نومي حبة لانه الدكتور قال المفروض تنومي. حاضر حنون، بس ما تلحن جنبي. الرنجة يلا نوم يا حبيبي. النور النور اتكورك مالك هذا؟ النور ابويا النور ماله جا ساقك تاني؟ لا جا رجعني وقال لي انت خليك قبلك هنا، انا بمشي براي. وانت قلت له شنو؟ قلت له امشي يا ابويا الله يصلح حالك، وانا بحبك شديد، انت هناك كويس والحمد لله مشى. ما انت كريم يا رب. طيب الحمد لله جابك راجع عشان تخطانا ذاته يا اخي. من يوم جا ساقك في الحلم عذبتنا ذاته يا اخي، وقلبت البيت ده كله سلبيا. الله يعزاك يا اخي. انت فرحان لا شنو انا حاموت يا نور؟ اسع الله يرضى عليك، اتعشى كويس ونوم لانه انت جعان ما يتا. بالمناسبة انت تعشيت؟ لا. الليلة اظبط لك حالات فتة يا النور، حياتك ما تقطع. بوش مظبط زبيطة. يلا ورينا. ظبطك انا. مالك يا زول؟ ما في شيء. احنا بعد ده حنعمل العملية خلاص ان شاء الله. كويس. منيا خلاص حنمشي العملية. تعالي أنا قاعد راجيك برا كويس، ما تخافي. شو بعد العملية؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتولي ما فيها. كيف؟ تمام؟ الأخبار إن شاء الله كويس. متولي البلغ الكاكي. ما دايرك تزعل مني، أنا الشيطان غشاني ولعب في راسي.
أنا آسف جدا. الشيطان الغشاق ده خلاك تبلغ في شيطان أكبر منه، وشيطانك ده ذاته لو عارفك حتبلغ في مافيا كان استغفر ربه. ما في زور راسه قاعد في حتته بيغلط فيه وانت غلطت، استحمل الغبار الجايك. أنا غلطت عشان كده بعتذر، ما داير يكون بيناتنا مشاكل، بدور يكون بيناتنا المودة والألفة. مودة دي ست شايفي والضم صقعي، وانا عندي معاك حساب اتقل من دين فقير في دكان، بس داير الرايقة وما في بشوفي فوق ما بسمعك. ما مستاهلة، سمونا ما قصرت، شالت حقك وزيادة. ما في زول بيجيب لي حق، وانا لو داير زول يجيب لي حقي كان اكلتك برد شرف. شرف ده اخو مودة القبيل اتذكرتها، ما في بجيب حقه براو. ما مستاهلة، خلي قلبك أبيض يا مافيا. لا مافيا قلب أسود سواد الفحم متولي، دايرك في الشايفة دي وافتحها ألقاك ممسوح من وشي. لغة. حاضر حاضر. ها يا ابو المجد، في خبر من سوانا؟ والله يا جيمي صارنا شديد، وده حرفيا اسمه الهدوء الذي يسبق العاصفة. غايته بس جاتني في زمن ما ناقصنا كله يا اخ. مجدي الزول دي لازم تزح من طريقه. تزح من طريقي؟ انت يا جماعه شنو كل ما اجي اتكلم معاك في الموضوع ده بتطلع نفسك من القصص دي وكانك ما كنت معي، في حين انه انت في كل خطوه كنت معي. لاني ما بحب المشاكل يا اخ، والموضوع ده من البدايه انا كنت رافضه وانت اللي اصريت عليه. شوف يا جمال، كتمت بتكتم فينا سوا، فرجت بتفرج علينا. شفت كيف؟ انت كنت معي في اي خطوه، رجاء ما تخليني اخش في التفاصيل. طيب يا اخي عليك الله، حاول اقفل لنا الملف ده نهائي يا اخ، هالفينا مكفينا. بقفل الملف لما تعرف تفكر معي، مش كل ما اجي اتكلم معك يا اخي تبقى لي زي المرأة يا اخي. نشرب كيف؟ ادينا خلينا نشرب يا اخي. انسى القرف الحاسب. ان شاء الله يكون الصنف ظابط بس. لا زول حاجه فاخره منه. أمي، لقيت رقم ميساء في تليفون مجدي. أجيب؟ والمناسبة شنو؟ ما كده وبس، متصلة عليه بعد ما طلعت منها. طيب مصلحتها شنو فينا هي تكلمه؟ وبعدين جمال ده ما صاحب مجدي الوحيد، ودي شنو اللخبطة دي؟ ما أنا ده جاية راسي، أجيبها بأي اتجاه ألقاها ما جاية. معقول تكون ميساء اللي كلمته؟ إن بعض الظن إثم، لكن يا منى النصيحة دي حاجة بتحير. أنت متأكدة إنه ده رقمها؟ أمي تليفون صاحبتي حيرضاني؟ يا هو رقمها. طيب هسه هتعمل شنو؟ همسك تليفونها وأفتشه عشان أتأكد، ما في حل غير كده. ياسر داير لنا دم سريع للبيت دي. من يا بنتي ماله؟ وحشة الزمن الغريب روح عمرنا وما رجع، الدنيا ظلمك حد وين ما بتدي غير حسرة وجع، والشحتانة وجع السنين خلق الله عماها الطمع، الراجي ربنا ما بخيل والسند ربنا ما بقى. يا دروب